يا مساء الاختلاف الجميل. النهارده حلقة جديدة من بودكاست نقطة اختلاف مع نيفين ولوجي. طيب النهارده هنتكلم عن أهم شخصيات في حياتنا، هم الأصحاب. مين هم الأصحاب أصلا؟ وإزاي نعرف ان الصاحب اللي في حياتنا ده صاحب بجد، ولا صاحب كده وكده، ولا صاحب علشان يستنفذ قدرتك، ولا صاحب علشان يستغلك، ولا صاحب موجود في حياتك في الوقت اللي هو عايز يكون موجود فيه ويمشي وقت ما يكون عايز يمشي. النهارده طبعا هتكلم انا ولوجي عن الاصحاب، وازاي نكتشف ان هم اصحاب بجد ولا اصحاب كويسين وهم فعلا يستاهلوا يكملوا معانا في حياتنا. طيب لوجي، اهلا اهلا اهلا. انا ليه حاسه ان انا ضيفه حاسه فيه؟ بالظبط، انا حسيت ان انا بقدمك وانت ضيفه. لا بجد الموضوع النهارده انا شايفاه انه من اهم المواضيع اللي هنتكلم فيها. انا بس عايزه اقول حاجه، انا اكتر واحده اتضربت على فهم بسبب الصحاب دول. ده وانت صغيره ولا وانت كبيره دلوقتي؟ كله يعني كل الامر كنت على طول كده بحب واحده اوفر، راح تشوف بقى ان لا راح تدي، فاهمه؟ يعني ايه؟ يعني بحب الناس بطريقه يعني اوفر، يعني اللي هو بدلهم اكتر ما هم يستحقوا. من اكتر من راح مساحته. راح مم. هم بيشوفوا حالهم. طب انا عايز اسالك سؤال يا لوجي، مم. يعني ايه صاحب بجد مم. من وجهة نظرك انت؟ يبقى معاك في اكتر وقت انت محتاجه، او محتاج حد، يعني بحس انه لازم يبقى انت في وقت عشان الزعل. في وقت اللي هو حصلك بجد مصيبة راح هو واقف جنبك. هم. وفي وقت الفرحة على فكرة كمان يا لوجي. ما هو في الاتنين، بس اكترين الناس بتقف في وقت الفرحة تمام، في وقت الزعل كلهم بيمشوا. طب هقولك على حاجة، مم. تعرفي ان في صحاب في وقت الفرح بيبانوا على حقيقتهم؟ عارفة ليه؟ لما عشان بيشوفوكي انت فرحانة قوي ومبسوطة بيبان غلهم وحقدهم عليكي من فرحك. اه متخيله؟ واحيانا بقى لما بيجي صاحب يبقى واقف جنبك وقت الزعل وتقولي اه عشان صاحبي واقف جنبي، بالعكس ده بيبقى فرحان اصلا انت زعلانه او انت في مشكله. لا، بيبقى عارفه اللي هو ايه، بيحس بسعاده كده. هقولك في فرق ما بين هو يقف جنبي بطريقة معينة، يعني في هم. فرق يعني. ممكن يقف جنبي عشان بس يبان هو واقف جنبي، بس هو ما بيعملش حاجة. هم. ده هم. بيبان لو انت بجد زعلانة، عشان انت بتبقي قافلة من الدنيا، عشان انت بتشوفي كل الناس. طب وفي حد تاني يجي ينصحك قدام الناس، اه ده بقى على فكره اللي هو يحب يقلل منك. ده بني ادم يبقى وسط الناس كلها انا ما ينصحك، بحبش، بيبين لك ان هو يعني ما بحبش بيحبك. اخبي حاجة، هم. يعني دلوقتي ان انا ما بحبش ان انا اقعد مع واحدة صاحبتي هم. وتيجي قدام الناس كلها اقول لها انا كنت قايله لها على سر، خلاص ان هو ده حاجه ما بيننا، حاجه بقى مش مهمه ان الناس تعرفها، مهمه الناس تعرف، مش فارقه يعني على حسب السر السر. سر، انا مش عايزه حد يعرفه هي يمري تقوله خلاص. راح، ده مش حاجه يعني. كانت بالنسبه لي كنت بشوفها انه لا عادي، غلطت، زلت لسان. بس الحوار بقى لما كان كتر بقيتي حسيت ان تفهمي ان ده غلط. او الفتانين اللي اصحابي يعني يجوا يفتنوا لك انت. يعني ايه الفتانين لاصحابك؟ اللي هو اصحابك اللي حواليكي الفتانين بيفتنوا قصدك؟ ليكي، امم. ان هم يروحوا يقولوا لك ليه انا؟ ليكي انت اه انت كمان. بتتكلمي عليا دلوقتي؟ وللناس اه عموما. لا انا تهت منك. ايه والله العظيم تهت منك. انت قصدك اصحابك انت يجي يجوا يفتن. يحكوا لي انا حاجه عليكي؟ اه طيب لا معلش، ما ثانيه واحده. ينفعش. ثانيه واحده. ايه؟ انا كنت بعمل ايه؟ لا انا لا دلوقتي لا بتكلم، معلش، لا احنا ثانيه. بنتكلم على اصحاب بس، ما انا هي استني، الفكره بقى في رد فعل انا الام. هحكي الحوار. امم. يعني في فرق ما بين ان هم يجوا يحكوا لك عادي، اللي هو حوارات عاديه. او يحكوا لي هي سر انت قايله لهم عليه. خناقه حصلت، لو خناقه امم. حصلت انا مش هتضايق عشان دي حاجه حصلت عادي جدا. بس قصدي سر، ما انا كده ممكن عادي، انا قلت لك، بس هم يروحوا يقولوا من نفسهم. صح، هما دي كده عايزين حاجه يأذوك. كده، هم عايزين يوقعوني انا وانتي. بالظبط كده، وغيرانين من العلاقه اللي بيني وبينك. لا وانا اسمعي بقى بجد بشوف يا لوجي، غيرانين من العلاقه اللي بيني وبينك. وانا قلتها لواحده صاحبتك قبل كده، قلت لها انت غيرانه مني انا ولوجي عشان كده انت توقعي لوجي قدامي. انت كده بقيتي بالنسبه لي بره. البنت اللي بتعمل كده يا لوجي، اللي هي تيجي تقول لي على حاجه انت قايلها لها وتبقى عايزه توقع ما بيننا، دي بتبقى بنت اساسا ما بتحبكيش. اه وتيجي بقى تفهمك انت اصل انا بحبك وخايفه عليكي عشان كده رحت قلت لطنط. لا انا ما بشوفش كده. اه ممكن تيجي انت بينك وبينها تنصحك. اقول لك وكمان حاجه. على فكره هقولك على حاجه، المفروض لما تنصحك لوحدكم مش تيجي وسط مثلا مجموعه من الناس وتقوم قايله بالظبط. قدام الناس كلها وتنصحك. على فكره دي مش نصيحه، ده هي كده بتقلل منك وبتطلعك انك بني ادمه مش كويسه قدام كل كداب. الناس. يعني اقول لك كمان حاجه، ان انا لما باجي احب حد اوفر بقى اللي هو ايه،
بخبي كل اسراره، ما بفتنش لحد، ما بروحش اقول حاجه، وبتنصحيها؟ وباجي انصحها جامد. وعلى فكره النصيحه دي بتجيب فايده، عشان في واحده صاحبتي يعني بطلت حاجه وحشه بسببي. انا عارفه. راح راح انا يعني عارفه. في برضو فكره وانتي فضلتي وراها اه بشكل مبالغ فيه، وكنتي بتخافي عليها جدا عشان انا جدا. بحبها بجد، وهي لغايه دلوقتي صاحبتي الحمد لله انا يعني. عارفه. بلد 9 سنين يعني برضو ايوه انا عارفه. رقم يعني مش قليل. دي حقيقه. ما هي دي الصحبه اللي بجد، اه اللي تنصح وانتي مربياها وتحب معايا. بجد. اه دي وانتي حقيقه. مربياها معايا يعني، هي دي حقيقه. بنتك معايا بنتك معايا يعني. بنتك معايا. بنتي. بنتي. المهم بس يعني انا كان عندي اللي هو ايه كل فترة بيست فريند. امم. بس كل واحدة كنت ببقى بحبها بشكل يعني، امم. كنت بحبها اكتر ما هي بتحبني اصلا. يعني هي ممكن تكون اصلا تكرهني والله يا لوجي، انا في وتبيني. ناس كتير جدا دخلت حياتي كان كنت بشوفهم بيستغلوكي. يعني عندك اللي بتستغلك ماديا على ما اه بتخرجوا مع بعض علشان تصرفي عليها. كتير قوي. دي قعدتي فترة كبيرة جدا وما كنتش بتسمعي كلامي ساعتها، ما كنتش بتصدقيني عشان انا لغاية كنت ما شايفة، انتي عشان انا شايف موقف يعني، انا لو ايوه. كنت طب ما انتوا لازم تبقوش شايفين حبيبتي، انتوا عشان اطفال يا ماما. انتي ايه اللي هيفهمك ان انتي لا صاحبتك بتستغلك ماديا؟ لا مش حوار اطفال، حوار ان انت لما بتبقي في الحوار نفسه بتبقي شايفه يعني زي ما الناس بتحب بعض، زي ما انت بتحبوا اللي هو ك زي ولد انت وبنت، وبابا. يعني واحد ومراته راجل مثلا اي يحبوا بعض، ما حدش بيبقى شايف عيوب التاني. صح، بس لما تطولوا مع بعض وخلاص خدتوا على بعض بتشوفوا خلاص العيوب. هذه الفكرة. انا لما ببقى لسه يعني لسه ببقى متعرفة على واحدة، بشوف كل لا دي جميلة، دي مش قصدها، دي لوجي، مش عارفة ايه. لوجي، صباح ايه الخير. حضرتك انت كل بنوته جبتها لي البيت دي احسن بنت في الدنيا، اقعد معاها اه ساعه زمن، ايه اللي بيحصل؟ نعترف قدام الكاميرا بعد اذنك. ساعه زمن، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ بتقولي لي ايه؟ طبعا دي خلاص انا هقطع علاقتي بيها. لاني بكتشفها بعد ساعه. بس في ناس يعني، في ناس تبقى بجد كويسة، بس في في ناس قليل. بس قليل ما قليل، بلاقيهمش انا. مش هنكذب. قليل من اللي دخلوا البيت عندي، قليلين جدا ان كانوا كويسين. اه صح بس ولا لا؟ في ناس كانت كويسة وقلبت وحشة عادي. لا، بانوا على حياتهم مش قلبت وحشه. لازم تفهمي بقى دي. ناس كانت عامله كويسه وبانت على حقيقتها. خلاص. ده بس الفرق يا لوجي. بس انا بقطع الناس لو في يعني، والله انا ممكن اسامحهم على اي حاجة غير حاجتين: امم. الكذب واهلي. امم. دي حاجتين ما اقدرش اسامح. الكذب اهم حاجة يعني، اهلي اهم حاجة وبعدها الكذب. ان ما عندي تبقاش كذابه الكذب عليكي. عندي الكذب حتى لو انتي مش عايزة تحكي حوار ما ما تكذبيش. تحكيش، لكن ما تكذبيش ما وتألفي. تكذبيش ليه؟ عشان أنا صح. بالنسبة لي الكذب دي حاجة كبيرة جدا. صح. بالنسبة لي ملوش لازمه. محدش بالنسبة قالك، ما حدش انا جبرك انك بكره تقولي الكذب، حاجه. انا بكره الكذب. ممكن ما اقولش حاجه لو حد جه سالني حاجه، انا ممكن ما اجاوبش حتى لو بصي صح، انت هيحصل حره. لي مشكله، بس حبيبتي انت ما حره تقولي او اكدبش. ما تقوليش، محدش ليه حاجه عندك. انا لو وبرضه كدبت بقى الصديق الجدع اللي هو يحافظ على غيبتك. يعني اه ايه؟ فاهمه يعني ايه يحافظ على اه غيبتك؟ يعني ما يتكلمش عليا بالظبط. مع حد حتى في بالظبط. الحلو. ويبقى بيتكلم عليكي قدامك زي ما بيتكلم عليكي من وراكي. يعني مش تيجي قدامك مثلا انا انا بحبك يا لوجي، انا انا بموت فيكي، عندي وتيجي من وراكي تقول دي لوجي دي لا لا غلسه. دي كانت واحده تيجي تحكي لي دي قالت عليكي كذا كذا كذا، بقول لها طب انتي قلتي ايه؟ قالت لي انا اكيد قلت لها ما تتكلمش على صاحبتي كده. راح اللي هو وقلت لها كملتي الكل، قالت لي اه ده حصل بقى كذا كذا. انا بفهم ان هي ما ردتش عليها وقالت لها صح. شكرا يا لوجي. والله شكرا. بجد شكرا. ابقى اتضايق. لا ما آه. بصي، انا حوار الصحاب دول انا لا اكتر لا واحده ممكن لا ابقى لا، فاهمه فيهم شكرا. بجد. عارفه شكرا ليه؟ لان فعلا البنات بيقعوا في بعض بسبب ان واحده تروح تقول للتانيه ده مش عارفه فلان قالت عليكي ايه وبلا بلا الكلام الكتير ده، وهي انا تصدقها. هي الرد اللي انت قلتيه ده اوقع حاجه، انا اقول ان لك انت حاجه سمعت لها ليه اصلا، انا سمحت لها ليه انك تتكلم انا اقول عليا. لك حاجه، انا ما اقدرش دلوقتي اروح لصاحبتي اقول لها دي مش كويسه عشان بس سبب تافه. انا ممكن اقول لها دي مش كويسه بتعمل معاكي كذا وكذا وكذا، انا خايفه عليها، مش عشان انا عايزه اوقع ما بينهم، انا خايفه عليها. بس ما يجيش ان هي دي انا بتكلم عليها ودي بتتكلم عليها واحنا كلنا بنتكلم عليها. قولي لي يا لوجي، ايه علامات الصاحب الكذاب؟ يعني ازاي تعرفي ان ده كذاب؟ ايه اللي ممكن تشوفيه حاجات عليه تبين لك ان هو كذاب؟ في كذا حاجه. قولي. هقول لك حاجه حصلت لي قبل كده حلو. واكتشفت ان هي كدابه يعني. اها. بس حاجه يعني سهله، مش كل الناس ممكن تتقفش من دي، بس يعني مره كنت بحكي لها حوار قالت لي انت كدابه. قالت لك انت اللي كدابه؟ اه اها. راح قلت لها والله انا مش كدابه، لو مش عايزه تصدقي براحتك. قالت لي لا لا مش يعني اكيد ما حصلش كذا كذا. قلت لها اسمه ايه ده. قولي قولي. قلت لها الكذاب هو اللي بيفتكر كل الناس حواليه كذاب،
طلع صح. الصادق بيفتكر كل الناس حواليا صادق، طلع عشان كده انا كنت فاكراكي صادقه بس انتي طلعتي كداب. انت هتعرفي فعلا اللي انت بتقوليه ده كله صح، ان فعلا من ضمن علامات الصاحب الكذاب انه يحسسك محدش دايما ان يجي انت غلطانه. محدش يجي معايا في حوار ايوه، الكذب لا لا انا بجد والله العظيم، يحسسك دايما ان انت غلطانه وهو اللي صح. طب ايه تاني؟ بيبقى هقول لك مره قفشت برضو واحده صاحبتي ازاي. امم. حكت حوار مره، راح جت حكيته تاني غيرت فيه حاجات كتير قوي، عرفت ان هو تمام. الحوار كداب وش. كله كذب، ها. انا معرفش تاني بصراحه، يعني يبقى يقلل من نجاحك طول الوقت وكأنه بيهزر، لا يعني بس ده مش مثلا. كداب، ده بيقلل. لا، ما هو ده صاحب كذاب، عشان ده مش صاحب بجد، لان الصاحب اللي بجد مستحيل يقلل من نجاحك. الصاحب اللي بجد يا لوجي لما انت تعملي حاجه صغيره قد كده هتلاقيه فرحان بيكي وبيسقف لك وبيتشجعك وعايزاكي تبقي تتقدمي، فاهمه قصدي؟ لكن الصاحب اللي هو مش صاحب اصلا، اللي هي بني ادمه اصلا في حياتك وقت مصلحتها، دي هتلاقيكي لما بتنجحي دايما تقلل من تقلل من نجاحك، دايما تديك التعليق السلبي. بمعنى لو انت لابسه دلوقتي اوتفيت حلو، الاوتفيت مثلا فيه غلطه، الشوز مش لايقه لونها على الاوتفيت، هتلاقيها مش شايفه غير الغلطه دي، وتبقى قاعده الشوز مش لايقه، الشوز شكلها مش حلو، هتلاقيها طول ما هي قاعده بتكرهك في عيشتك. لكن لو انت لابسه اوتفيت خطير وتحفه، عمرها ما هتلاقيها بتقول لك انت شكلك تحفه وحلو. عارفه اقول لك حاجه، انا عندي بقى ازمه، ما اقدرش انصر صاحبتي. هم. يعني لو انا بلبس جينز لازم اخلي اللي جنبي يلبس نفس الحاجه عشان نبقى انا وهو ماشيين حلوين. انا بحب قوي كده، بحب ان انا اللي دي ابقى. جايبها منين؟ استني، لا والله انا من الحوار ده، يعني لما بكلم بنزل مع صحابي هم. قالوا انت هتلبسي ايه كذا كذا، خلاص ماشي. عشان تبقوا شبه بعض. عشان ما بحبش هي تمشي بشكل وانا امشي بشكل، وهي تبقى شكلها قولي وحش وانا شكلي حلو، او العكس. انا بحب ان انا وهي نمشي نفس الستايل او نفس الفكره، ان هو جينز هودي هودي، سويتر انا كده. فاهماكي فاهماكي. يعني انا بكلم على طول صحابي فيديو كول، يلا هنلبس ايه. عارفه، في ناس تقولك صاحبتي بتقلدني في كل حاجة وتبقى مبسوطة جدا، وانا حصلت لي في فترة من فتراتي، تمام، ان كان عندي واحدة صاحبتي بتعمل كل حاجة انت انا فاهمة بعملها بالظبط، قوي. لدرجة في احنا ناس وصلنا بتقول لمرحلة ان ان انتوا هي اخوات. بيتنا بيتي، لا بس في ناس كانت فاكراكوا اخوات. من كتر ما هي كانت بتعمل حاجات عشان تبقى شبهي. ما علينا. انا كنت على فكره من ان انا كنت كبيره وواعيه وفوق ال 30 ساعتها، لانها كانت صاحبتي من سنين طويله، من 9 يعني من 9 سنين او من 10 سنين. كنت مبسوطه جدا وشايفه ان هي بتحبني، بس انا اكتشفت في الاخر ان هو ما كانش حب، لدرجه ان البيت بتاعنا، طبعا انت عارفه الموضوع ده، لما كانت بتيجي البيت عندي، هي عندها نفس البيت في نفس المكان اللي احنا فيه، كانت بتطلع تاخد كل تفاصيل البيت، درجة اللي هي جت في مرة كسرت بيتها كامل عشان تعمل نفس اللي انا عاملاه في البيت. وانا كنت برضه عبيطة وفاكرة ان هي كده بتحبني، وهي وفضلت تاخد تفاصيل وتاخد معلومات واعلمها براندات ولا اخره، وفي الاخر خرجتني من حياتها في ثانية، عشان هي خلصت استنفذتني بجد، خلاص استنفذت كل هي معلومات اللي عندي وخدت مني كل حاجة، وما بقتش محتاجة حاجة تانية. صح، انت هتحتاج منك ايه تاني؟ بس بصراحة مش هي اللي خرجتني، هي بانت على حقيقتها، راح انت اللي طردتيها. فأنا اللي خرجتها، عشان حسيت ان بجد انا فجأة شفتها على حقيقتها، وده اللي بينها لي ان انا لما كنت محتاجاها، وان انا كنت فعلا تعبانة، والقصة اللي انا كنت فيها، صح، انا عندي قصه شبهها عامة. لما كنت تعبانه بجد ودخلت في مشكله كبيره، هي اول واحده ما كانتش في حياتي، هي اول واحده ما سالتش عني برغم ان هي معايا في نفس المكان. انا فشوفنا. برضو لما حصل لي مشكله سناني، امم. كانت مشكله كبيره قوي وكان لا وشي. استني، موضوع سنانك ده كان موضوع كبير، اصل الناس هتقول لك سنانك مالها. لا ورم. كان ورم كان ورم جوه في اسناني. الاسنان الاماميه، والدكتور بتاع لوجي كانوا في رمضان. كان بيشلها الورم، كان فاتح الاسنان كلها وبيشلها الورم خلاص مش بشكل لازم نشرح. كل كام يوم. مش ايوه. لازم نشرح المهم يعني. الموضوع كان كبير، وكان لو ما كانش نجح كان هتدخل تعمل عمليه، بس هم كانوا عاملين الستيب ديت عشان يحاولوا يحلوا المشكله. بس قضينا شهر رمضان كله اللي هو اللي قبل اللي فات بنحل المشكله، بس الحمد لله ما احتاجتش تخش عمليات. انا بقى كنت الفتره دي انا كنت لسه بنزل في الكومباوند ولسه كنت كل حاجه. راح لما تعبت وكلمتهم قلت لهم انا تعبانه يا جماعه، حصل لي كذا كذا كذا. واحده بس اللي جات لي، واحده، كلهم ده ساعتها لما قطعتي كل البنات. صح. كلهم محدش جولي.
كلهم شافوا بقى البنت اللي جايه لي دي عندي، هم. راح قالوا لها لا انت رايحه فين؟ قالت لهم رايحه اللوجي. قالوا لهم لوجي ومش نازله معانا احنا، وبقى اتخانقت معاهم هي كمان في اليوم، يعني اتضايقت منهم وجات لي ومش عارفه ايه. وبرضه في اليوم ده انا كنت تعبانه قوي، راح مش عارفه كمان اقعد معاها قوي او كده، بس هي بجد هي دي الوحيده اللي اعتقد استحملتني يعني. حسيت ان هي، بصي يا لوجي، انا ومش كل واحد دايما برضه بيرفكت، خلي بالك، اكيد طبعا مش كل واحد اكيد بيرفكت، ومش كل واحد ما بيعملش اغلاط في حياته، بس كل مهم واحد عنده نعرف. عيوب يا لوجي، بس انا وانتي ممكن نقبل بعض على واحنا الاثنين اصحاب، مش ام اه وبنتها. صح كل واحده عندها عيوب، فكل واحده بتقبل عيوبها، صح. بس في الاخر لازم نكون حاجه مهمه بس واحده، السلكة نكون بنحب الخير لبعض. السلكة. يعني انا لما يكون عندي حاجه كويسه تفرحي لي من قلبك، وانت لما يكون عندك حاجه كويسه افرح لك من قلبي، صح وابقى نفسي اشوفك احسن واحده وانت تشوفيني احسن واحده. هنا الاصحاب اللي بجد. وانا رايي دايما اي حد بيخرج من حياتنا مش خساره، بالعكس ده مكسب. طالما حد ما يستاهلش يكون معانا في حياتنا، يبقى احنا كسبنا، احنا اللي كسبانين في الموضوع. واي حد مش كويس مش عايزينه، مع السلامه، صح. شكرا، يعني مش عايزين حد بجد. وعلى فكرة في حاجة تانية، عشان أنا بشوف البنات دلوقتي اللي ما عندهاش 10 15 بنت في الجروب، هي كده مش كول، هي كده مش فظيعة. على فكرة مش الصحاب بالعدد يا ولاد، الكتير، الصحاب مش الكتير بالعدد، مش هي مش مش بالعدد. واو. انت ممكن تبقى عندك بنت واحدة هي صاحبة العمر، وممكن ما تقابلهاش كمان، يعني ممكن صح للأسف ان احنا يجي يعدي علينا عمرنا كله ما نقابلش الصحبة اللي بجد، ما نشوفش البني آدم الحقيقي اللي نكمل معاه حياتنا. النفس دي أمارة بالسوء. بمعنى ايه بقى؟ انا بالنسبه لي النفس اماره بالسوء طبعا، اللي هيترجمها ان هي بتخليكي تعملي حاجات غلط، لكن هي اماره بالسوء في ايه؟ ان انا مش هحب لك الخير. خلاص، ده من ضمن الشر اللي جوه البني ادم. فان بني ادم يحب لك الخير ويبقى يتمنى لك ان يشوفك كويس غير امك وابوكي وتبقى صاحبتك، ده قليل جدا على فكره، مش طبيعي وقليل جدا. وهي دي بقى مشكلتنا احنا، ان احنا عشان بنتعامل مع الناس بطيبة وبحب، فاحنا بنبقى مستنيين يعاملونا بنفس الطريقة وما بنلاقيهوش فبنزعل. هو الطبيعي ان الناس بقت كده دلوقتي، ان هي ما بقتش بيحبوا لبعض الخير، انا بس اقول لك احنا حاجة، بندور في الناس دي على حد يبقى شبهنا. اقول لك برضه حاجة من صحاب، ان هما البنات لازم اللي هو لا خليني انا ادفع، لا خليني انا ادفع، بحيث ان هما لما انا بنزل مع واحده معينه يعني في عادي ان احنا ما نفرقش مين هيدفع او كده، او في واحده لا كل واحد يدفع لنفسه، تمام عادي، دي تمام. انا بحب قوي ان انا انا ادفع بقرف من لنفسي، الموضوع ده قوي. انا بحب ادفع لنفسي وانتي تدفعي لنفسك، ده بصراحه حل، عشان هي مش فلوسي، هي فلوس بابايا، بابايا بيشتغل عشاننا مش عشانك، ده البوينت. بس عادي ان احنا ندفع لبعض، مش ازمه يعني، انا ما ولا عنديش. انا بالنسبه لي اصحابي اللي بجد، انا ما عنديش انا ما مشكله. بحبش نتكلم في النقطه دي، انا اللي بحس ان انا طلعت الفلوس الفلوس الاول تدفع هي تدفع، بالظبط كده. يعني انا مره بس انا عندي قعدت مشكله، مره، لا انا عندي ممكن مشكله في حكايه احكي، الفلوس. طب ممكن ماشي، احكي خليكي فاكره. طب انا عندي ماشي مشكله عايزه اقولها. ماشي. في مره كنت يعني في واحده اللي هي 9 سنين عارفاها دي، انا وهي بنقعد مع بعض، اللي مين يطلع الاول يطلع، بقول لها مش قادره اطلع فلوسي، طلعي انتي يلا ادفعي، هي بقى عشان انتوا معهاش، بنتوا انا كانكوا اخوات، عادي انتي كل وهي واحد كانكوا بيدفع اخوات. تمام. بس في واحده بقى اللي هو لا انا اللي لازم ادفع، لا واتخانق معاها كل مره، هي ما ينفعش تدفع لي، راح لا هي عايزه تبقى يعني فاهمه قصدي، اي فهمكي، عايزه تبقى ليها حاجه عندك. اللي هو ايه، لا انا دفعت لك، وتيجي وقت الخناقه انا عملت لك. فهمكي. انا بالنسبه لي عندي مشكله في الموضوع ده قوي. لو واحده صاحبتي انا وهي ندفع، اللي تدفع ما عنديش اي مشكله، لكن عندي مشكله لو قاعده مع ناس مش اصحابي. اه مستحيل حد يدفع، مستحيل. ما بحبش كده اصلا. طالما مش اصحابي انا لا كل واحد يدفع، يا انا اللي ادفع، لكن ما بخليش حد يدفع بصراحه، ما بقدرش. ما تعرفيش نفسيات البني ادمين عامله ازاي. الناس بقت آه، صعبه على فكره، بجد على فكره. انا لا انا بصراحه بحس ان انا ما اعرفهاش، لا مش هدفع لك انت عشان انت هما عشان طفله يا لولو. اي لا، بس برضه يعني انا مالي ادفع لك ليه؟ ايوه طبعا، ما انتوا حبيبتي في السن ده ولغايه ما توصلي الجامعه كل واحده تدفع لنفسها. حضرتك لما بتشتغليش، أي. حضرتك ما عندكيش دخل ليكي، بس انت اسم ايه ده، دخلك من باباكي ومامتك، اي بس فليكي لو مصروف يعني. يعني انا بعد الشر مصروف ايه اللي بعد اه الشر؟ اللي بعد الشر، انت عندك سوري، مصروف بتاخديه. ماشي ماشي الحمد لله. انت مش فاهمه مصروف؟ حرام عليكي، حرام اوكي لا لا عليكي، بقى اللغه فاهمة، رايحه في والله داهيه. فاهماها اقسم بالله فاهماها، انا هتقولها تمام. لكم الله. بس يعني على حسب الشخص اللي انا قاعده معاه، بشوف يعني ما بيفرقليش مين هيدفع، يعني بقعد كده بسرح،
يعني كده اللي هو يلا اي حد يدفع مش هتفرق، انا طلعت هي طلعت. بصي يا لوجي، قولي لنا كده بعد تجارب الاصحاب الفظيعه اللي انت عشتيها في على فكرة حياتك. عشت كتير، ما انا عارفه. تستقلوش بان انا عندي 14 يعني. لا لا بجد، على فكره انا عامله الحلقه دي علشانك انت. قولي لنا كده ازاي نختار اصحابنا، او ازاي تفهمي البنات ان هم فعلا مهم جدا ان الصحبه اللي تبقى في حياتهم تبقى صحبه بجد، مش صحبه علشان يبقى عندنا عدد، يبقى انا عندي 10 وعندي 20 عندي جروب كبير. انا بصي في فرق ما بين friends وفي فرق ما بين best friends. best friends دي يبقى حد انتي خروجاتك معاه، قولي لو مامتك والاسرار. بتوافق ان انتي تعملي سليب اوفر بتعملي كده. وفي اللي هو friends اللي هي شلة كبيرة بتنزلي معاها عادي، او لو انتوا عندكم project اي حاجة دي في ماشي، بس ما بيكونش صحاب، فاهمة قصدي؟ يعني كلمه صحاب كلمه كبيره اه وكلمه مهمه، اه ومش لازم، ونقول لهم ان هو مش لازم يبقى بالعدد الكبير، مش عادي لازم جدا ممكن تبقى خالص واحده اتنين خالص. وكفايه جدا. انا كنت فاكره كده وانا صغيره، كنت لازم يبقى عندي شله، ولا ايوه. لازم ولا ولو حد قال لي لا لازم نجمع شله. بس اكتشفت ان هم كلهم ولا حد بيحب حد، وكل واحد يقعد مع التاني يشتم في التاني. راح طب ليه؟ ملهاش لازمه. ملهاش، انا مش عايزه والله اتشتم ملهاش انا لازمه، والله لا لا العظيم. ملهاش لازمه، مش لازم يشتموا في بعض، بس ملهاش لازمه. لا بيتكلموا لو على في ناس بعض. كويسه نقول لها اهلا وسهلا، مفيش ناس كويسه متشكرين. اه يعني انا بحب قوي، يعني لو اتعرفت على واحده اعرف على دي ودي ودي، بس ما بحبش ان انا لما اعرفهم بقى على بعض في الاخر ايه، هم يقلبوا عليا انا. ده بتحصل كتير قوي في الفتره اللي فاتت. المهم الصاحب اللي يخرج من حياتنا وهو مش صاحب نقول له ايه؟ نقفل الباب بالمفتاح. نقول له مع السلامه. نقفل الباب بالمفتاح. طيب يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم. ضحكنا وهزرنا واختلفنا بس في الاخر اتفقنا. سلام. سلام.